بص، مشكلتنا في الوقت مش اننا ما عندناش وقت، المشكلة ان احنا بنضيعه في حاجات ملهاش اي معنى ولا ليها اي لازمة، وبنرجع بعدها نقول احنا مضغوطين جدا. انت عندك 24 ساعة في اليوم زيك زي اي حد ناجح. جرب كده تفتح موبايلك وتبص انت قضيت قد ايه من الوقت على السوشيال ميديا، هتتصدم حرفيا. الوقت موجود، بس المشكلة هنا انت بتدي الوقت ده لمين؟ بتديه لنفسك ان انت تطور منها، ولا بتديه للي بيشتتك؟ كل يوم بيعدي يا بيقربك من هدفك يا اما بيبعدك عنه وانت مش واخد بالك. فكر امتى اخر مرة استخدمت وقتك في حاجة تخليك فخور بنفسك. مفيش حاجة اسمها مفيش وقت، في حاجة اسمها مش من اولوياتي. يعني مثلا لما تقول ما عنديش وقت اقرا الكتاب ده معناه ان الكتاب مش مهم بالنسبه لك. قد المسلسل اللي خلصته كله في 3 ايام. ولو انت مش عارف وقتك بيضيع في ايه، فانا هقول لك على حاجه بسيطه هتعملها. هات ورقه وقسم يومك بالساعات، واكتب انت بتعمل ايه كل ساعه. خلي عندك مهمه تخلصها كل ساعه لمده 3 ايام وهتشوف الفرق. في مصطلح جميل جدا اسمه الوقت الخفي. ايه هو المصطلح ده؟ الوقت اللي بيروح في التنقل والانتظار واللف حوالين نفسنا، هو ده الوقت الخفي. بس المشكلة ان احنا مش بنستغله. مثلا ركبت مواصلات وقاعد جوه بقالك نص ساعة، طيب النص ساعة ديت ليه ما تستخدمهاش؟ هو ده اسمه وقت الخفي. بتتمشى مثلا لحد اول الشارع، طيب ليه ما تستفادش بالنص ساعة اللي بتتمشاها او بالنص ساعة اللي انت راكب فيها المواصلات؟ طب استفاد اعمل ايه؟ تسمع بودكاست، تسمع حاجة تفيدك، تسمع فيديو يفيدك. ديت الحاجات اللي تستفاد بيها، وده بيتسمى إدارة الوقت الذكية، مش إنك تكون مشغول طول اليوم وخلاص. نقطة تانية، اوعى تكون مفكر إن إدارة الوقت ديت ورقة مرسومة ومحطوطة على التلاجة ولا على الحيطة ولا على الشباك. كل الكلام ده لا، الموضوع أبسط من كده بكتير. هو إنك تكون عارف إيه هو المهم اللي هتبدأ بيه. أنت مش محتاج تقفل يومك، أنت محتاج تكسب منه كل يوم جزء صغير. عاوز تبدأ اتغير، ابدأ بعادة واحدة وقول لنفسك انا مش هسيب يوم يعدي من غير ما اعمل فيه حاجه تقربني من اللي نفسي اوصل ليه. ولو شايف ان الكلام ده لمسك او حسيت جواك حاجه، ما تسيبهاش تروح. ابدا من دلوقتي مش من بكره. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك ولايك عشان يوصل لك كل جديد.